معلش لو الصوت مش افضل حاجه دلوقتي لان في دوشه حواليا جامده، ولكن الفيديو ده ما ينفعش يتاجل، لان التقنيه اللي اتسوقت بيها كروت ال40 بتاعه انفيديا حاليا اصبحت متاحه لكل كروت الشاشه. النهارده هنجربها على ال1070 تي اي. طبعا احب اشكر جدا جدا AMD على المجهود اللي هم عاملينه بصراحه في التقنيات بتاعتهم. ويا جماعه مش بطبل AMD لان هم اللي مش مهتمين بالمنطقه، بالعكس انفيديا اللي ممكن تهتم بالمنطقه حتى لو اهتمام ضئيل. فمفيش سبب يخليني اطبل AMD غير ان انا شايف حاجه فعلا كويسه. الكارت اللي هنبقى شغالين عليه دلوقتي هو ال1070 تي اي، الكارت القديم. وخلينا نخش على طول في الموضوع، بس في فيديو قديم انت لازم تشوفه نزل امبارح ما وصلكش اكيد. طيب دلوقتي احنا على اعلى الاعدادات بتاعه اللعبه، على دقه 1080. كل حاجه على الالترا متمكسه على الاخر، يعني ده اخره الهاي اصلا، لا في الترا هنا تمام. الشادوز خليها على الالترا. كل حاجه على الماكس يعني. طبعا انا دلوقتي قافل الفريم جنريشن، قافل الاف اس ار 3، قافل كل حاجه. دي كده الاداء النيتف على 1080 لكارت ال1070 تي اي في الوقت الحالي، واللي هو خلاص مات ما يقدرش يشتغل الترا. يعني اللعبه وحشه قوي بصراحه يعني. استاتري جدا. طبعا يعني بتتكلم في 25 فريم وانت بتتحرك، يعني متوقع التجربه هتبقى عامله ازاي. خلينا دلوقتي كده نبدا نجرب كده التقنيات بتاعتنا واحده واحده على الجيل القديم. انا هروح دلوقتي اشغل الاف اس ار 3 على الكواليتي مود. واول بوست اخدناه اللي احنا طلعنا ناحيه ال 37. احنا دلوقتي بنتحرك على 34 36 43 حسب المكان، يعني ما عندناش بننزل ناحيه العشرينات. طبعا الستاتر قل جامد. ولكن لو ملاحظ هتلاقي في نغمشه كده بتحصل شويه في الخلفيه، فهي الدقه على الاغلب على التقنيه العاديه بتاعت الاب سكيلينج على دقه 1080 مش زي ال 4K. ولكن الموضوع يظل يعني كويس. انت بتتكلم عن كارت ما كان ميت يعني، من شويه احنا كنا واخدين تجربه ميته فعليا. خلينا كده نجرب بقى ان احنا نشغل الفريم جنريشن اللي عليه الحفله دي كلها. خلينا كده على الاون. ديم 60 57 وانت بتتحرك 60 برضه. انت بتتكلم من ال 25 ل 60 فريم. بنطلع 66 كمان، بس هنقول ان هو متوسط 60. يعني انت بتتكلم ان ده اكتر من الضعف. انت بتتكلم كده زياده كام من 25 لل 50، ده كده الضعف. 10 كمان. يعني انت بتتكلم في رينج ان انت عندك مثلا 130% زياده. which is يعني حاجه جامده قوي. على فكره خلينا كده ندقق شويه في الصوره. نفس الزغلله دي موجوده، هي دي موجوده من الاف اس ار نفسه على الاغلب. ما فيهاش حل. وممكن يكون بسبب الشاربنج افكت، لان المفروض هنا في موشن بلور، بس هو الموشن بلور مش بيتطبق صح يعني. ولكن زي ما بقول لك احنا بنتكلم هنا في تجربه اقتصاديه جدا جدا. لو انا معايا كارت اقدم من ده 1060 1050 ايا ما يكن الكارت اللي معايا، وتلاقيت حاجه تحيل الكارت بالشكل ده، فاهلا ومرحبا بها جدا يعني. خلينا كده نجرب نروح على اس ار، وبدل الكواليتي مود خلينا كده نجرب البالانسد مود. ونشوف طلعنا ناحيه 68. بنتحرك في ال 65 73. نايس 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 قوي. لو هنتكلم عن الموضوع كفريمات، الموضوع بصراحه لا جايب همه بالزياده. يعني اللي هو ايه، شابوه بجد ايه ام دي على اللي انتوا عاملينه. وقول لي بقى انا هنا بطبل ازاي؟ يعني شركه جابت لك كارت ميت، انت حرفيا المفروض منك ان انت تروح ترميه في الزباله، بس عشان ظروفنا الاقتصاديه ما احناش قادرين نعمل كده. قالت لك يا باشا ببلاش خد اكتر من ضعف الاداء. احنا كنا دلوقتي حاجه و20 فريم تمام. واحنا بنتحرك دلوقتي انت بتتكلم بنوصل لل 70 فريم، متوسط 60. متوسط 65 قصدي. رقم كبير. متوسط 63. 63 فريم ده رقم كبير يعني. انت من 25 زي ما قلنا ال 50 100. انت بتتكلم قرب ال 200%. مش حاسبها بالظبط في دماغي يعني، بس هي قرب ال 200% بصراحه يعني. شابوه يعني. في الحركه برضو الموضوع مش وحش. طبعا الحاجات اللي في الخلفيه هتلاقيها ميته. انا حاليا شايف الدنيا بلوري شويه، لان انا شغال على شاشه 28 بوصه، هي اصلا شاشه 4K. فهشوف الدنيا بلوري شويه. ولكن في مشكله كبيره كمان، مش مشكله هينه تعدي كده، الا وهي الديلي. بص كده خلينا كده نرجع كده شويه ونروح هنا نخليه تاني على الكواليتي مود. كواليتي يا باشا. انا بنسى الاتجاه يمين ولا شمال. انا عايز الفيزينكو اوف. ماشي كواليتي مود انفيديا ريفلكس تمام. تمام. لا نو اعمل كده. طيب
لو لاحظت كده فوق في الكلام اللي بالاخضر فوق ده، انت هتلاقي الديلي فوق بيوصل ل 118 مللي ثانيه. وارقام كبيره الصراحه، يعني مش ارقام لطيفه خالص. 96 مللي ثانيه، 114. الحقيقه ان انا على الارقام دي لما قست الديلي على الاعدادات الحاليه طبعا اللي انت شفتها، اتلاقيت ان الديلي وصل 139 مللي ثانيه، اللي هو الاند تو اند ديلي من الماوس لحد الشاشه، وده رقم سيء مخلي اللعبه طبعا ما هياش ريسبونسيف نهائي. اللعبه مش لطيفه، لعبه زي الزفت. في حين ان هو من غير الفريم جنريشن ومن غير اي حاجه خالص، النورمال بتاعه كان مديني 78 مللي ثانيه، 78.6 مللي ثانيه. هنا في حاجه مهمه قوي انت لازم تبقى واخد بالك منها. مبدئيا كده انت محتاج ان انت طول ما انت قادر تضحي في الاعدادات وتمسك ناحيه ال 55 60 فريم، انك تبعد خالص عن الاف اس ار. الاف اس ار بيزود الديلي وبيبوظ التجربه فعلا، وهقول لك امتى تستخدمه دلوقتي. بس احنا هنقفل دلوقتي الاف اس ار وهنشغل كده الكواليتي مود. هتلاقي طبعا الارقام نزلت جامد. هبدا ان انا اضحي شويه في الاعدادات. انا ممكن هنا التكتشر ده علشان اعملها، فانا لازم ارستر اللعبه، فهنخليها دلوقتي على جنب. الفيجوال افكتس انا ممكن اقللها شويه، ممكن اصلا اخليها لو. الشادوز ممكن اخليها لو. البوست بروسيسنج ممكن اخليه هاي. الفولتمتريك فوج ممكن اخليه هاي. الحاجات دي على فكره يعني مش هتاثر، مش هتدمر لك الجرافيكس يعني. الجلوبال الومينيشن هتخليها مثلا على الهاي، لازم نراستر، خليها دلوقتي على جنب. الريفليكشنز او الانعكاسات خليها لو. خلي الانت الانستروفيك فلترنج 8 اكس. الامبيانت كلوجن او كلولوجن خليها هاي. الاتموسفير خليها هاي. السينماتيك ديبس اوف فيلد يقفله اصلا، مفيش هنا يتقفل. في ايه تاني؟ الفوليج كواليتي خليها لو. ممكن عشان لو في زعل خليها هاي. اللايت شافت خليها اقفل. بص يعني الحاجات اللي في البدايه بس اللي انت محتاجها ان هي تبقى على اعدادات نوعا ما هاي او كده، علشان يعني دي اللي بتاثر قوي على الرؤيه بتاعتك، وان انت تحس ان الصوره نظيفه يعني. المش كواليتي ممكن نخليها على الهاي. السينماتيك موشن بلور كواليتي مع السلامه، لو في حاجه هقفله. البراكتيكال كواليتي خليها خليها على اللو مش لازم. الشادوز اي حاجه تبع الشادوز انا بخليها على اللو بصراحه دايما، لو في قدامي ان انا اقفلها بس على اللو عشان تبقى شكل اللعبه لطيف يعني. الشادو ريزوليوشن لو. السب سيرفيس خليها على لازم نراستر، ماشي خليها على جنب دلوقتي، لازم نراستر. شادو ريندرنج لو. اي حاجه فيها شادو خليها لو بصراحه، الشادو بينفخ اصلا الدنيا. طيب دلوقتي احنا كده دي الاعدادات اللي انت شفتها من شويه، دي اللي انا عملتها ودي اللي انا هتست عليها دلوقتي، فهنعمل يس. نتاكد هنا ان احنا عندنا بس هنا الكواليتي مود على الاف اس ار 3 بس كده. ارجع كده، احنا دلوقتي كده ماسكين 45 42 فريم تمام، بس الصوره بقى فيها نغمشه بصراحه غبيه لو ملاحظ كده العمود، بس هي تقريبا ده حاجه في الاف اس ار مع اللعبه دي على دقه 1080. طيب عموما ايه اللي انا ممكن اعمله تاني؟ ممكن كمان ان انا اقلل شويه في الاف اس ار كواليتي. انا نزلت ناحيه البرفورمانس مود، انا طلعت ناحيه الخمسينات. بصراحه انا شايف ان الخمسينات كتجربه ممتازه قوي. دلوقتي الديلي عندنا برضو ما هوش عالي، اربعينات 57 58 فريم 51 46. يعني اللعبه ما هياش ستاتري تمام، وفي نفس الوقت هي ريسبونسيف معايا. فانا تجربه زي دي انا موافق عليها جدا. بل تعالى نجرب. انا عايز اجرب دلوقتي اعمل حاجه، لان انا في حاجه شاكك انها ممكن تحصل دلوقتي. لو رحت هنا كده ورحت عامل ده خدتوا بالكم بجد والله؟ احنا نطينا ناحيه الثمانينات التسعينات واحنا ثابتين. بس فكك من كده، بص الليتنسي بعد ما كان هنا هو 115 وارقام، وكان ساعات بيبيك لل 120، احنا نزلنا ناحيه ال 69 68 واحنا بنتحرك هتلاقي في السبعينات ممكن 67 73. ال 85 مش مشكله، بس احسن طبعا من 120 يعني، اكيد احسن من 120. اللعبه طبعا يعني هي مش ريسبونسيف زي ما من غير الفريم جنريشن، بس بجد الموضوع مبهر يعني. الاعدادات بتاعت اللعبه مأثره ولا الدي ال اس اس مود، قصدي الاف اس ار مود. الاف اس ار مود رجعوا كده كواليتي ثابت في الديلي. لا الديلي رفع شويه اهو للميات. الاف اس ار مود بيأثر، ولكن الاعدادات برضو عامله شغل على فكره. اعدادات اللعبه
بتاثر على الفريم جنريشن بشكل كبير. احنا كنا بنوصل لل 115 فريم 114 فريم، دلوقتي احنا في التسعينات الثمانينات 100 103. رقم كبير يعني، قال لنا كتير. طيب لما بتقلل الجوده بتاعت الاف اس ار الديلي بيقل، فاحنا ممكن نجرب كده البالانسد 97 94 95. مفيش جديد يعني. لا تعال نجرب ان احنا نحطها تاني على البرفورمانس مود. هو البرفورمانس مود بيقللها جامد. احنا زدنا من حاجه و20 فريم ل 80 فريم 75 فريم، ضعفين، اكتر من ضعفين كمان. لو هنتكلم ان المتوسط 75 فريم بتتكلم في الضعفين بالظبط، ضعفين يعني 200%. ده رقم مجنون بجد. ولكن طبعا ده على حساب الجرافيكس طبعا. يعني احنا دلوقتي قد ليه مش وحش، مقبول جدا. ولكن بص كده على الزرعه دي، لو انا بتحرك كده اهو، شايف النغمشه؟ بس لو سرعت شويه اظن ده بيحصل على دقه ال 1080 مع التقنيه دي. انا محتاج ان انا اخوض وقت اكتر، او اخد وقت اكتر على دقه ال 1080. فانا هركب الكارت التاني وهجرب ال 1080 واقارنه مع ال 4K كاداء. لكن اوفر اول لو انت معاك كارت ميت خالص، لا هو كده صحى من النوم خلاص. هو كده رجعت له تاني الحياه، دبت فيه 85 فريم. والله اكتر من الضعفين يا جدعان، الرقم مش منطقي. وانت واقف كده بنوصل ناحيه ال 90 فريم. احنا الاول واحنا واقفين كنا بنوصل 30 فريم، ده 3 اضعاف الاداء، 3 اضعاف الاداء، اللي هو مش منطقي. لو انت عايز نصيحتي كنبيل، انا شايف ان الفريم جنريشن يبقى اخر اختيار بسبب الديلي اللي بيضيفه والمشاكل اللي بتحصل في النظريه الفيجوالز اللي بتحصل قدامك، او اللي هي الحاجات اللي انت بتشوفها، المؤثرات اللي بتبوظ دي او النغمشه. اتفادى ازاي؟ انا هبدا ان انا اقلل الاعدادات للقدر اللي انا اكون شايف فيه كويس. برضه هبدا ان انا اضحي شويه في الاف اس ار. مش لازم ان انا اشتغل بالكواليتي مود، لا بالعكس، انا هشتغل على البرفورمانس مود، اخد الحاجه و50 فريم. اللعبه ريسبونسيف اكتر الصراحه. يعني المشاكل انا ملاحظ ان يعني هي موجوده اهي، بس مش زي الاول يعني. والله موجوده زيها، تصدق؟ هي مشكله في التقنيه على 1080 صدقني، او ممكن بسبب بطء الكارت، ما هوش قادر يلاحق على متطلبات المكتبه اللي شغاله او التقنيه اللي شغاله دي دلوقتي. فبالتالي بيحصل نوع من انواع التاخير، او ممكن هو بيفيل في بعض، بيفشل في حل بعض المعادلات. فبالتالي بتحصل المشكله دي قدامنا. عموما احنا مش هينفع ان احنا ندقق قوي، لان انت بتتكلم عن جيل ميت بجد، والله جيل ميت. لكن طول ما انت قدرت تضحي شويه اعدادات وتمسك ال 60 فريم، حاول ان انت تخفف نوعا ما من تاثير الاف اس ار على اللعبه بتاعتك علشان تاخد افضل تجربه ممكنه. حاجه زي كده لو انت بتتكلم في كارت زي ال 1050 تي اي، لا هتاخد تجربه حلوه بعد ما كان الكارت اصلا تلاقيه مش قادر يشغل اللعبه، يعني هتلاقيه بيموت. ده ال 1070 تي اي في فرق جامد ما بينه وبين ال 1050. فبالتالي لا، الكارت هيدي لك ساعتها اداء. معاك 750 تي اي، مش عارف بقى هو شغال بصراحه على الاجيال الاقدم ولا لا، بس مش معايا كارت. لو حد قريب مني يعني اللي عارف مكاني ممكن يقول لي او اخد منه الكارت اجرب، ولكن مش معايا كارت صراحه اجرب. بس هو لو شغال عليها اكيد في اسوأ الظروف واسوأ الاحوال انت تاخد تجربه لعب انت عارف تمشي، بس ساعتها ممكن ما تبقاش شايف اي حاجه. ده فعليا والله، لان انت هتروح داخل على طول بقى على الالترا بيرفورمانس في الحالات الكروت القديمه قوي يعني، اللي هو هتلاقي نفسك اللعبه بتموت منك. ثواني كده عشان احنا استنى، بص كده الراجل هتلاقيه واقف مبكسل قدامك دلوقتي. الراجل مبكسل، بص كده ما بين لو عملنا كده تاني كواليتي، بص الراجل بقى عامل ازاي، بقى وشه عادي واضح اهو وشه واضح، مفيش اي مشكله. تعالى كده على البرفورمانس مود، على الالترا بيرفورمانس عفوا. انا بتخانق قوي لما ببقاش شايف المؤشر قوي كده. ماشي. بص كده الراجل عامل ازاي، بقى وشه فيه مربعات. مش عارف ده انا شايفه بسبب الشاشه ولا لا، ولكن انت دلوقتي هتبقى شايف وبتحكم يعني من نفسك. ولكن برضه والله يعني على الالترا بيرفورمانس الوضع، لو انت بتتكلم في كارت قديم قوي زي 750 تي اي، الار اكس 470 580 الحاجات دي، شايف انها برضه هتصحي لك الكارت ايا ما يكن بقى شكل الجرافيكس عامله ازاي. انت ما ينفعش تتارجت تجربه لعب هاي اند من جهاز اقتصادي قوي، لازم تبقى حاطط في دماغك الموضوع ده. فمش هينفع ان احنا نقصه على التقنيه اكتر من كده. عموما انا هجرب التقنيه على 1080 و4K، وهقارن ما بينهم ان شاء الله على كارت اعلى من كروت ال 30 او ال 40 علشان نعرف فعلا في مشكله على 1080 مع التقنيات دي ولا لا. ولكن اوفرول التقدم اللي حصل، انت بتتكلم في 3 اضعاف الاداء
which is amazing بصراحه. يعني شابو AMD، شابو AMD. قول لي بقى انت تحت بعد اللي انت شفته ده كله. انا مش هحكم، مش هقول رايي عشان ما حدش يقول لي انت بتطبل وAMD مش عارف عامله ايه وعامله ايه ومش فاهم ايه. انت قول لي تحت الموضوع ده هيفيد اصحاب الكروت الضعيفه ولا لا. طبعا مش عارفين هيشتغل على بقيه الالعاب ولا لا، بس اتمنى والله بجد ان هو يبقى مفتوح لكل الناس. كان معاكم البلبل، سلام.